أيها الإخوة الكرام، لا أظن أحدا يسمع هذه البشائر النبوية ثم ينام عن صلاة الفجر. البشارة الأولى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. البشارة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. البشارة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها 10 حسنات. البشارة الرابعة، شهادة الملائكة. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. البشارة الخامسة، النجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. البشارة السادسة، رؤية الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا الفجر والعصر. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. البشارة السابعة، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. البشارة الثامنة، دعاء الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. البشارة التاسعة، أجر حجة وعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الغداة أي الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. البشارة الأخيرة، في ذمة الله وحفظه.